والنهارده عايز اوريكم حاجه مهمه جدا عشان هنبدا بعديها سلسله حلقات مهمه جدا لكل الناس. صح، انا اكتشفت ان السواقه مش ذوق وفن، موضوع كبير. دي من اصعب الحاجات اللي انا عملتها في حياتي. انا بقالي 45 سنه بسوق وغيرك فاهم حاجه، وجيت فرنسا معرفش فرنساوي خالص وانت فاهم حاجه. الموضوع صعب جدا بجد، مش هزار. بالنسبه لي هوايه، بروح من 9 ل 5 كل يوم. الامتحان صعب جدا جدا جدا. الميدان ده قصة كبيرة جدا يا جماعة ده علم، وكل واحد فاكر نفسه ان هو اللي صح. صباح الفل، انا وائل عاطف، ودي اول حلقة بعملها بعد ما اتغير اسم القناة من اوتو ادفايزر ايجيبت لموتور اي. والنهارده عايز اوريكم حاجة مهمة جدا عشان هنبدأ بعديها سلسلة حلقات مهمة جدا لكل الناس. عايز اوريكم الرخصة الفرنسية اللي انا طلعتها بعد كفاح وجهاد مرير مع اللغة الفرنسية، لان انا الناس اللي ما تعرفنيش انا ماليش خالص في الفرنساوي، وجيت فرنسا ما اعرفش فرنساوي خالص، ولكن بقاوح وعافر وكافح عشان اقدر اوصل للي انا عايزه. الرخصه دي يا جماعه عشان اطلعها دي من اصعب الحاجات اللي انا عملتها في حياتي، يمكن اصعب كمان من الثانويه العامه. بجد مش هزار. انا بقالي 45 سنه بسوق، وسقت في دول كتيرة جدا في أمريكا وأوروبا والخليج، ولكن هنا في فرنسا لما جيت أطلع رخصة الفرنساوي لقيت الموضوع صعب جدا ومش سهل. لأنه هنا علشان تقدر تاخد الرخصة الفرنساوي كان لازم أدرس الكود. الكود ده هو عبارة عن كل القواعد والإرشادات المرورية عشان الناس تقدر تسوق بطريقة آمنة من غير ما يحصل أي مشاكل، وعلشان كمان ما يبقاش كل واحد ماشي بمزاجه وماشي باللي هو فاكره إن هو صح. أنا اكتشفت إن السواقة مش ذوق وفن زي ما كانوا بيقولوا لنا زمان. السواقة طلعت قواعد وإرشادات والتزام، موضوع تاني خالص وموضوع كبير جدا. لما جيت أدرس الكود لقيت إن الكود هنا علشان أدرسه باللغة الفرنسية حاجة من الاتنين: يا إما هدرسه أونلاين مع نفسي في البيت وأروح أمتحن بعد كده، يا إما أروح مدرسة أوتو إيكول عشان افهم بالظبط ايه هي القواعد والارشادات المروريه. حاولت اعمله اونلاين، لقيت ان انا في البيت مش مركز كويس، فقلت لا انا خلاص هروح اوتو ايكول علشان اتعلم الحاجه على اصولها، لان كمان دي بالنسبه لي هوايه فرحت الاوتو ايكول لقيت الموضوع موضوع كبير. ادوني كتاب 250 صفحه، وعلشان اقدر ادرس الكتاب وامتحن فيه اروح شهر ونص، بروح من 9 ل 5 كل يوم عشان اقدر استوعب الكتاب ال 250 صفحه ده، لان هو ده اللي انا همتحن فيه. الامتحان صعب جدا مش سهل، الامتحان 40 سؤال، وعلشان اعدي الامتحان عشان انجح في الكود لازم اجيب 35 من 40. ودي حاجه مش سهله، لان حتى الفرنساويين نفسهم قالوا لي ان احنا موضوع صعب جدا علينا. في ناس عدت من تاني مره، من تالت مره، من رابع مره، في ناس ما عرفتش تعدي الكود اصلا خالص ولغايه دلوقتي ما خدوش الرخصه. فالموضوع بالنسبه لي كان تشالنج بصراحه. لما رحت المدرسة ابتديت اخد اول كلاس. اللي بتدرس لنا الكود كانت واحدة فرنسية. قلت لها بصي انا ما اعرفش فرنساوي، فهي بتتكلم انجليزي. قلت لها يا ريت ممكن تشرحي لي بالانجليزي عشان افهم بس انت بتقولي ايه. قالت لي لا انا مش هينفع اشرح لك بالانجليزي، لانه انت لازم تتعلم كل حاجة باللغة الفرنسية، لان الامتحان هيبقى باللغة الفرنسية، ولازم تدور على طريقة ان انت تتعلم بيها باللغة الفرنسية. وصراحة كان عندها حق. أنا اتعلمت، حاولت إن أنا بقى أقعد أترجم كل حاجة باخدها، وأترجم بجوجل ترانسليت ربنا يخليهن، وأرجع البيت أشوف بقى إحنا خدنا إيه وأقعد أترجمه وأقعد أذاكره لوحدي مع نفسي في الكتاب. بس بصراحة مش عايز أقول لكم أنا استفدت استفادة رهيبة جدا من الكود ده. بعد ما خلصت دراسة الكود رحت الامتحان، والحمد لله عديت الامتحان وجبت 35 من 40. الامتحان صعب جدا جدا جدا، لانه السؤال قدامك 20 ثانية فقط عشان تجاوب الإجابة الصحيحة، لانه هم بيعتمدوا انه في الامتحان لازم تكون عارف الأجوبة. مفيش حاجة اسمها هتقعد تفكر، لان انت وانت سايق مش هتفكر، انت وانت سايق لازم تكون عارف كل حاجة من غير ما تفكر. وبصراحة ليهم حق، ليهم حق فعلا. بعد ما خلصت الكود وده الجزء النظري، دخلنا بقى في الجزء العملي. الجزء العملي ده اللي هو انت في حد بيركب جنبك بيعلمك كل قواعد السواقة، ويطمن ان انت كل اللي اتعلمته في الكود بتقدر تطبقه فعليا على الطريق. طبعا الناس اللي ما بتعرفش تسوق خالص ده ليهم وضع تاني، بياخدوا عدد ساعات كبيرة، لكن القانون بيلزم اي شخص انه ياخد على الاقل 20 ساعة لو هيطلع الرخصة مانيوال، و13 ساعة لو هيطلع الرخصة اوتوماتيك. هنا في فرنسا اللي معاه رخصة مانيوال يقدر يسوق عربية مانيوال او اوتوماتيك،
اللي معاه رخصة اوتوماتيك ما يقدرش يسوق غير عربية اوتوماتيك فقط. فبالتالي في 7 ساعات فرق ما بين المانيوال والاوتوماتيك. زي ما قلنا المانيوال 20 ساعة مينيمم، الاوتوماتيك 13 ساعة مينيمم. عدد الساعات دي بيختلف من شخص للآخر على حسب هو قدرته على الاستيعاب، وعلى حسب هو يقدر يسوق على الطريق بشكل آمن ولا لا. وده اللي بيحدده الراجل اللي بيدربك على السواقة، هو اللي بيحدد عدد الساعات اللي انت محتاجها. طبعا في الاول خالص بيعمل لك تيست يشوف انت بتعرف تسوق ولا لا، بتعرف تطبق كل القواعد المروريه اللي انت اتعلمتها في الكود ولا لا، وبالتالي بيحدد لك عدد الساعات المطلوبه علشان تعدي من الامتحان. الامتحان بقى اللي هو بيعمله شخص المسؤول في الجهه المختصه اللي هي زي المرور عندنا في مصر. الشخص ده بيركب معاك في العربيه، بتسوق معاه لمده 30 دقيقه، نص ساعه كامله. هو قاعد جنبك وبيقول لك على تعليمات، يشوف التعليمات دي بتنفذها ولا لأ، بيطمن إن أنت كل اللي اتعلمته في الكود بتطبقه على الطريق ولا لأ، بيطمن إن أنت قادر تتعامل مع كل الناس على الطريق بشكل آمن ولا لأ. وطبعا كل ده بيبقى ليه درجات، وفي الآخر بيديلك الدرجة اللي أنت تؤهلك إن أنت تعدي الامتحان ولا لأ. لو لقاك لسه مش جاهز بيقول لك ارجع تاني مدرسة السواقة الأوتو إيكول، كمل عدد ساعات معينة حسب ما بيقول لك عليها، وترجع تاني تعيد الامتحان من اول وجديد. البروسيس اللي بقول لكم عليها دي بروسيس طويله، بتاخد وقت طويل. الكود بياخد وقت طويل، التدريب العملي بياخد وقت طويل. زي ما قلت لكم هما الاقل حاجه 20 ساعه، في ناس بتوصل ل 50 ساعه و60 ساعه و70 ساعه على حسب هو قدرته على الاستيعاب، وحسب هو كان بيعرف يسوق قبل كده ولا لا، ولا دي اول مره يتعلم فيها السواقه. وبعد ما خلصت الكود قلت بصراحه انا لازم اعمل حلقات اعرفكم فيها القواعد والإرشادات المرورية اللي ممكن تنفعنا في جميع أنواع الطرق. صحيح في مصر في طرق كتيرة جدا ما فيهاش ولا خطوط في الشارع ولا علامات ولا إرشادات مرورية، ولكن هنحاول مع بعض نعرف إيه أهم الحاجات اللي إحنا لازم نبقى على علم بيها علشان نقدر نسوق سواقة آمنة. زي مثلا التعامل مع الميادين. الميدان ده قصة كبيرة جدا يا جماعة يعني ده علم، فلازم نبقى عارفين بالظبط ازاي ندخل الميدان وازاي نخرج من الميدان وازاي نتعامل مع بعض جوه الميدان. موضوع كبير. دي حاجة من الحاجات انا عايزة يعني ان شاء الله هعمل لكم حلقات يا رب تكون مفيدة لكل الناس، نشرح بالظبط التعامل مع كل حاجة في الطريق، لان هنا كل حاجة ليها طريقتها وليها القواعد بتاعتها، ومفيش حاجة سايبينها للصدفة، مفيش حاجة سايبينها للتقدير الشخصي، لان انا ممكن اكون فاهم حاجة وانت فاهم حاجة وغيرك فاهم حاجة وكل واحد فاكر نفسه ان هو اللي صح. لا، في قواعد وارشادات لازم كلنا نمشي عليها عشان كلنا نبقى سايقين بطريقة آمنة، ومحدش يضايق حد ومحدش يكسر على حد ومحدش يبقى شايف نفسه هو اللي صح والباقي كله غلط. تابعوني على قناة موتور ايه علشان تقدروا تشوفوا كل الحلقات الخاصة بالكود وطرق القيادة الآمنة على جميع أنواع الطرق. اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان يجيلكوا تنبيهات بكل الحلقات الجديدة اللي هتنزل. يا رب تكون مفيدة لكل الناس. سلام.